بسم الله والسلام عليكم. مرحبا بكم جميعا في قناة مريم ديزاد. صلوا على رسول الله. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، جزاكم الله خيرا. في هذا المقطع سنشاهد دكتور مغربي يقول أنه الرئيس عبد المجيد تبون هو السبب الحقيقي وراء اغتيال الرئيس الإيراني اليوم. تابعوا معنا هذا الفيديو. نوصلوا الصورة الأخيرة. ها هي. هذا الرئيس الإيراني اللي باقي فقود وهذا تبون. أنا ملي وقع الحدث بديت كنشوف، لقيت بأن الرئيس الإيراني من آخر زيارات اللي دار زيارة للجزائر، جلس فيها بزاف وكذا، جلس تما وأنه صلى ديك الصلاة اللي المشهورة اللي صلى في مسجد ديال الجزائر. وبديت كنتسائل، كنقول هو دابا هنا جا تبون تلاقى مع شنقريحة داير اجتماع وكذا. دابا هنا كتجسد المقولة ديال الكبرانات مساخيط الوالدين. دابا هذا الرئيس في طيارة ما غيطيح، فين غيطيح وسط جبال في واحد الغابة، وهذيك الغابة اللي فيها الحيوانات المفترسة راه قالوها تما، وغادي يظلم الحال و11 ساعة وما كيقلبوا عليه، هو باقا ما كايناش طراس لحد الان، وتقطعت كاع الاتصالات. وشكون اللي معاه؟ مع وزير الخارجية، وهذا الوزير الخارجية فين كان؟ حتى هو الرئيس كان في الجزائر. وزير الخارجية كنا قلنا عاد داز على الجزائر ملي كان غادي المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، جلس 3 سوايع في الجزائر واجتمع مع تبون ومع قيادات عسكرية، ماشي مع تبون، ومشى لغامبيا ورجع وجلس في المطار ديال الهواري بومدين ومن تما مشى. اذا هنا واش ماشي اسبوعيه هذه؟ واش ماشي هذا هو النحس؟ واش ماشي مساخيط الوالدين الكبرانات؟ قولوا لنا دابا طاح وسط الغابه ما لقاوش لحد الان ما عارفينش المصير ديالو. واش باقي شي واحد انا سؤال، واش باقي شي واحد شاك بان الكبرانات مساخيط الوالدين طريقهم كحله؟ يا باينه النتيجه. اللي باقي شاك يقول لي انا. شوفوا شحال من مثال عطينا، راه غنكونوا عطينا شي 200 حاله ملي بدينا 3 سنين هذه، 200 حاله وحنا كنقولوا طريقهم كحله مساخيط الوالدين. هما شوف دابا هنا الحضيره راه معنا باقيين فايقين. قولوا لنا، اشرحوا لنا مال هذا الرئيس يطيح في غابه ما كاينش خبار، الاتصالات الضبابه ما قدروش يوصلوا ليه، فيها الحيوانات المفترسه، على الله اش غيوقع. السبب شنو؟ كان عند الجزائر الحضيره، كان عند الحضيره الكبرانات طريقهم كحله مساخيط الوالدين. هي المثال هنا. هي انتم تحكموا دابا، اللي باقي عنده شك يواجهنا بحجه باش يعرفوا الحضيره بان البلاد ما حد فيها الكبرانات ما عمرها غتزيد قدام. تفسير ما عمر البلاد غتزيد قدام، ما عمرهم يشوفوا نهار زين. شوفوا شنقريحه من نهار هز الكاس ما عمرهم حققوا شي نتيجه. حنا قلنا 14-0 في 2 سيمانات، 14-0 في 2 سيمانات. وأنا ما عندي ما نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكركم على المشاهدة ونلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله.